ازيكم؟ انا ايمان يونس وانتوا بتتفرجوا على برنامج خطوة بخطوة. خطوة بخطوة هيساعدكم تربوا ولادكم صح وتوصلوا بيهم لبر الامان. ولو الفيديو ده وصل لكم ما تنسوش اللايك والشير عشان يوصل لاكبر عدد ممكن. النهاردة هقول نبذة صغيرة قوي عن التفكير الابداعي والفرق بينه وبين التفكير النمطي، وازاي هعرف ان ابني مبدع. لما بنجيب لعبة لولادنا بنبقى متوقعين ان هم يلعبوا بيها بنفس الطريقة اللي المفروض انه يتلعب بيها، زي مثلا لعبة الكونكت فور. الطبيعي ان احنا بنلعبها as a standard. لما تلاقي ابنك او بنتك بدأ يلعب بيها بطريقة مختلفة ويبدع ويمسك الكوينز اللي هي الحلقات بتاعة الكونكت فور ويبتدي يلعب بيها بشكل مختلف، اوعى توقفه، اوعي توقفيه، اوعى تقولوا له ستوب، لانه هنا بدأ المخ يفكر بره الصندوق، فبدأ يروح ناحية التفكير الإبداعي. قيسوا على ده حاجات كتير قوي. حاجة بسيطة جدا هقولها لكم. أنا ابني لما جيت ألعب معاه دومنا لقيته بيلعب بيها بشكل مختلف تماما. بدأ يحط الأرقام زي بعض، اللي هو يدور على الرقم اللي شبهه ويحطه، بس بيحطه بشكل مختلف غير الطريقة اللي احنا كلنا متعودين عليها. وبعدين زهق من الطريقة دي وبدأ يعمل الدومنا أشكال، بدأ يعمل منها أرقام وحروف، بدأ يعمل منها قطر ويمشيه ورا بعضه ويفرح قوي لما القطر يتلخبط. ايه المعضلة؟ ايه هنا المعضلة؟ فين المشكلة؟ فين المشكلة ان انا اسيب ابني يفكر تفكير ابداعي؟ فين المشكلة ان انا اسيب ابني او بنتي يلعبوا بطريقة مختلفة عن الطريقة اللي انا عارفاها واللي متعارف عليها عند الناس كلها؟ لما هسيبه هكتشف ان ابني عنده مخ بيكبر وبينمو. المفروض افرح واتبسط. امتى اتضايق وابتدي اقلق؟ لما اجيب لابني او بنتي لعبة والاقيه بيلعب بيها زي ما انا وجهته فقط لا غير، اللعب النمطي. كده ابتدي اقول انا ابني محتاج يتعلم انه يفكر بره الصندوق. دول الناس المبدعين يا جماعة، دول الناس اللي لما تديهم حاجة عشان يعملوها بيدوروا على كل شيء ممكن يطلعوه من الحاجة دي، بيدوروا على كل النتائج اللي ممكن تخرج من الحاجة دي. طب أنا لو منعت ابني إنه يعمل ده ووقفته وخليته بس يمشي زي النمط الطبيعي أو النورمال اللي المفروض يمشي عليه، أنا بقتل في التفكير الإبداعي، بموت في التفكير بره الصندوق. وارجع بقى لما يجي يخش الدراسة، وخصوصا لو داخل مدرسة انترناشونال أو مدرسة فيها تفكير إبداعي وبيتعلموا بطرق مختلفة غير الطرق النمطية، ألاقي ابني محتاس وأفضل أحتاس معاه. سيبوهم على فطرتهم، فطرتهم أحلى كتير من اللي احنا بنعمله معاهم. متنسوش المتابعة واللايك والشير، ومستنية آرائكم. عايزيني الفيديو التاني أقول فيه إيه؟